مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طاقية السلطان هنعملها النهاردة. طاقية السلطان اللي عاملة جدل كبير جدا جدا على السوشيال ميديا، والناس كلها بتتكلم عنها والناس كلها عملتها. انا بقى حبيت كده اختم كده ايه طاقية السلطان، واختمها من عندي من صفحتي، وكمان من الصعيد يعني من صعيد مصر. طبعا هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة، وطلعت تحفة 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 جميلة جدا وخفيفة وهشة. يعني هتنجح معاكي من أول مرة، طبعا كل أول مرة يعملها، وطبعا نجحت مع الكل ونجحت معايا الحمد لله، وطلعة بصوا زي الفل. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا. معايا نص كوباية من الحليب على نص كوباية من المية، على هنا هناخد بياض بيضة، والصفار هنسيبه للآخر ندهن بيه الوش بتاع الفطيرة او بتاع طاقية السلطان. حطيت برضو ربع كوباية من الزيت، حطيت معلقتين من السكر، لو انت حباها مسكرة اكتر زودي السكر زي ما انت عايزة. انا حطيت معلقتين، وحطيت معلقة من الخميرة كبيرة، خميرة من الخميرة كبيرة، معلقة كبيرة معلقة واحدة كبيرة. وبعدين حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا، حطيت فانيليا سايلة، عايزة تحط فانيليا بودر براحتك على حسب حريتك. هنا الدقيق حطيت عليه رشة من الملح، رشة بسيطة لأن أنا عايزاها تبقى مسكرة شوية مش عايزاها تبقى حادقة. وحطيت نص معلقة من البيكنج باودر، طبعا اللي عملوها ما حطلهاش بيكنج باودر، أنا حطيت لها هنا بيكنج باودر. يعني البيكنج باودر برضو يخليها هشة وخفيفة وحلوة كده، بس مش هنكتر عشان كتر البيكنج باودر هيخليها تهبط معاكي في الآخر، وهي في الفرن هتهبط معاكي. هنا بقى هقلب المكونات بتاعتي، وحطيت كمان من 3 كوبايات ل 3 كوبايات وربع، يعني حسب برضو الدقيق بتاعك، هتحط من 3 كوبايات ل 3 كوبايات وربع، وتحط الدقيق بالتدريج مش هنحطه كله مرة واحدة، حطيته بالتدريج وقلبته بالشكل زي ما انتم شايفين كده. وهقسم العجينة لجزئين، طبعا انتوا عارفين الجزء هعمله بالكاكاو او بالشوكولاتة، والجزء التاني هعمله ابيض عادي. الجزء الابيض ده حطيت عليه معلقة من الزبدة، حطيت زبدة بيضة بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش من التلاجة، تكون كده طرية وحلوة. عايزة تحطي زبدة صفرا حطي، انا حطيت اللي موجودة عندي، انت كمان حطي اللي موجود عندك، ولو حابة تحطي زيت حطي، لو حابة تحطي سمنة نباتي حطي، يعني مش هتفرق خالص بصراحة يعني، وهتمشي معاك في كل حاجة. والجزء التاني انا عجنت الجزء الابيض كده وحطيته على جنب، خليتها طرية وحلوة. الجزء التاني حطيت عليه معلقة برضو من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومعلقة من الزبدة، وقلبتهم زي ما انتم شايفين بقى اللغوصة والشكل اللي قدامكم ده، هيتلم كله وهتبقى عجينة نظيفة، والطبق معاك هينضف زي ما انتم شايفين كده. عجنتها لما ادتني القوام الحلو بقى الناعم ده، هحطها بقى لما تخمر، هغطيها كده بستريتش، واغطيها بحاجة تانية فوطة ولا حاجة بقى، واحطها في مكان دافي. انا دفت لها الفرن، يعني ولعت الفرن كده ودفيته شوية، ورحت طفياه، ورحت حاطة العجين بتاعي كده في الفرن. طبعا العجينه معايا عشان الفرن كان دافي، خدت معايا نص ساعه بس، وكلنا عارفين ان الجو برد، فهو دافع هتاخد معاكي نص ساعه. لو انت ما دفتيش الفرن وما حطيتهاش في مكان دافع هتاخد معاكي ساعه، وممكن اكتر كمان على فكره. بصوا انا فردت اول جزء اللي هو الجزء الابيض اللي من غير شوكولاته، هفرده بالشكل ده كده. طبعا هنعمل الجزئين قد بعض، تفرديها بقى، بصي ما عندكش نشابه تفردي بكوبايه، تفردي باي حاجه موجوده عندك، لو عندك عصايه مقشه نظيفه نظيفه ممكن تشتغلي بيها، بس تكون نظيفه، تشتغلي بيها وتفردي بالشكل اللي انت شايفاه دوت كده. هفرد الجزئين بقى زي ما انتم شايفين كده قد بعض، انا فردت الجزء الابيض، هفرد الجزء اللي هو بالشوكولاته قد الجزء الابيض. طبعا العجينه طريه وحلوه قوي قوي، على فكره احنا لازم نسيبها طريه، ما ينفعش تخلي العجينه ناشفه، لو العجينه ناشفه الوصفه مش هتنجح معاكي، ومش هتبقى طريه، ومش هتطلع معاكي هشه. اهم حاجه ان العجينه تبقى طريه وحلوه كده زي الملبن في ايديك، زي ما انت شايفاها كده. فردتها بقى بالنشابة زي ما انتم شايفين كده، على فكرة النشابة الصغيرة دي حلوة جدا جدا، احسن من النشابة التانية. والوصفة بصوا بقى اجمل من اي حاجة، الوصفة حلوة قوي قوي قوي، مش قادرة اوصف لكم جمال الوصفة وطعمها وشكلها، في كل حاجة هي حلوة بصراحة. فردت الجزء ده قد الجزء ده، وهحط اللي هو بالشوكولاتة هحطه فوق زي ما انتم شايفين كده، وافردها بقى واسويها كلها قد بعضها، خلي البيضة قد اللي بالشوكولاتة. طبعا هتمشي على المكونات وعلى الطريقة اللي انا عملتها، هتنجح معاك من اول مرة. وطبعا في ناس عملتها تقريبا الوصفة طلعت ما كانش حد حاطط لها بيكنج باودر، بس انا حطيت لها نص معلقة صغيرة. هحط لها بقى شوكولاتة، ممكن تعملها سادة على فكرة من غير شوكولاتة، ممكن تعملها بمكسرات اي نوع شوكولاتة تحطيه، ممكن تعملها بالمربى، يعني ممكن تحط لها اي حاجة، اي نوع مربى تستخدميه.
لو ممكن تعمليها سادة، ممكن تحطي فيها بقى فول سوداني كده، تفرميه شوية وتحطيه كده في قلبها. هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقطعها بقى بسكينة بقطاعة، بصراحة القطاعة ما بتمشيش معايا وما بتنفعش معايا، فانا بقطع بالسكينة. القطاعة بتلخبطني وبتخلي لي اقطع واحدة كبيرة وواحدة صغيرة ومش مظبوطة، فانا بقطع بالسكينة. هلفيها وابرمها بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. بصوا لو العجينة حلوة معاكم، البرم والشغل ده هيبقى سهل خالص معاكم، بس ما نخليش العجينة ناشفة. اهم حاجة ما نخليش العجينة ناشفة، نخليها طرية معانا وحلوة كده وطرية زي الملبن. زي ما شفتوا برمتها كلها كده بالطريقة دي، وهعملها كده. على فكرة انت ممكن تسيبها كده من غير ما تلفيها، تعمليها في صينية بالطول كده زي ما انت شايفة، هتطلع معاكي برضو حلوة جدا جدا. حطيتها في صينية مقاس كام يا ربي، تقريبا ديت مقاس 22 24 حاجة زي كده. سبتها برضو لما خمرت معايا وبقت معايا واتضعفت كده بالشكل ده. بس بصوا بقى، انا ما اقولكوش على جمال العجينة وما جمالها، هي اصلا هو بريوش اصلا، ده اسمه بريوش مش طاقية السلطان. يعني طاقية السلطان ده اسم طلعوه كده عليها عشان ايه يعني، يبقى ترند يعني. بس هي فعلا حلوة قوي قوي يا بنات، يعني في طعمها حلو قوي قوي وخفيفة وهشة. يعني اجمل عجينة انا عملتها بصراحة، حلوة قوي. بصوا بقى، انا صورتها كده بصراحة، فضلت الف بين حوالين منها شوية واصورها من الناحية دي شوية ومن الناحية التانية شوية، وايه والاخر كده كده قطعناها وكلناها. في الاخر هي هتتاكل، بس انا بصراحة عمري ما شفت طاقية السلطان بتتاكل، بس دي كلناها ازاي ما معرفش بصراحة، ازاي معرفش. يعني طاقية السلطان ازاي بتتاكل. بصوا بقى، المرة الجاية بقى نعمل بدلة السلطان، بدل طاقية السلطان نعمل بدلة السلطان. على فكرة طاقية السلطان دي بقى طالعة منين؟ طالعة من صعيد مصر. طالعة منين؟ من صعيد مصر. شايفين العجينة وهشاشتها بصوا بقى قطن، شفتوا القطن كده وخفته، هي دي عاملة زي القطن، شايفينها من جوه بصوا. والله تحفة تحفة تحفة. بصراحة العجينة دي تستاهل مليون لايك، بس انا عارفة ان هي مش هتجيب اصلا لايكات. بس هي بصراحة والله تستاهل كتير قوي قوي قوي، يعني من جمالها كده وطعمتها. بصوا بصراحة هي ما باتتش اصلا، يعني ما استنتش لتاني يوم. احنا على طول عملنا الشاي بلبن وبصوا بقى وقعدنا كده لفينا حوالين منها، ما استنتش اصلا. وكمان الشوكولاتة مخليها طعمها حلو قوي. ده كان فيديو النهاردة بقى، ما تنسوش اللايك والمتابعة للصفحة، والنبي تشيروا الفيديو بقى عشان يوصل للناس ويجيب مشاهدات ويجيب كده ايه لايكات كتير.